يتفضل في الجامع، جامع مفتوح. اللي عايز يتفضل يقعد في الجامع، جامع مفتوح. يعني يستريح في الجامع لغايه صلاه الظهر ويصلي، وبعدين الجنازه هتبقى هنا ان شاء الله عشان ما يقعدش في الشمس. طب انت تقعد ريح. احنا واقفين في الطريق. لا عشان ما تقعدوش في البيت. يعني ممكن يا اما تقعد في الجامع المسجد لغايه صلاه الجنازه. احنا هنصلي المسجد يعني احنا هنصلي الجنازه هنا، بس اللي عايز يصلي هنا. ايوه الجنازه هنا عشان ده بس اللي عايز يدخل المسجد لو انت تقعد في المسجد تريح وبتاع جوه هناك مكيف عند الجنازه. طيب تقعد. طب انا مش عايزك تاخد كل ده، احنا لسه قدامنا قدامي يا عبد الله خليك في طب اقعد في العربيه. طب افتح في العربيه قاعد في العربيه عشان قدامنا لسه ساعه. العربيه كانها بعيد قوي. يعني هي 12 الا تلت صلاه الظهر. لا قبل ما نخلص هنبقى الساعه 12. احنا صلاه الجنازه على 12. طيب بقاء لله. لا مش هو لا العزة الجمعة ان شاء الله. هشام خليك قريب منها. بعت مين؟ المالتي ميديا. ده جروب مالتي ميديا. ببعت واحد عشان التحكيم. ماشي. وصول بسمان. بسمان الفنان. خليك قريب. ايه كلمهم ماشي. بعت فيديوهات.
لحد ما خليه عشان محتاجينها في حاجه. استاذنك. يعني لو كلمة واحدة للجميع يعني. يلا بينا كلمة واحدة. يلا يا عم. يعني يا جماعة حاسبوا يا جماعة. خلاص جاهزين عشان انا مش يعني مش هنقول مرة واحدة كده ثانية واحدة. بقاء والدوام لله يا استاذ عمرو بقاء الدوام لله وبعز كل جمهور الفنان يا ريس اللي حسند عليا. يا جماعه اوعى كل ايدك يا الشعب جماعه. العربي. بعز كل جمهور الفنان محمود ياسين في مصر والوطن العربي وبشكر كل اللي ساندونا وادونا اهتمام ومشاعر حب كبيره جدا. الحمد لله احنا النهارده كاسره الفنان محمود ياسين نشر بفخر كبير جدا. الوالد الحمد لله على مدار حياته ادى واجبه في الحياه كفنان صاحب تاريخ محترم وكانسان. فكان اب عظيم بالنسبه لي وبالنسبه لاختي وكان زوج عظيم بالنسبه لامي وكمواطن مصري يحب بلده جدا جدا جدا. كان دايما مهتم بالشأن المصري ومشاكل المجتمع ومشاكل بلده. واعتقد ان هو يعني كان ادى دوره في المنطقه دي كفنان بشكل متميز. وانا بشكر دعمكم وانا لله وانا اليه راجعون. تفاصيل بكره تفاصيل بكره كان ده تفاصيل بكره العزا يعني احنا ان شاء الله العزا بكره باذن الله في كومباوند هنا في الشيخ زايد اسمه رويال سيتي. الجنازه طبعا المدفن في بورسعيد ولا؟ لا ما كانش في حاجه معينه. استاذ عمرو المدفن في بورسعيد ولا؟ مدفن في بورسعيد ولا؟ لا ندفن في مقابر الاسره هنا في طريق الفيوم 6 اكتوبر ويدفن هنا في القاهره ان شاء الله. اهم وصايا بعض الاشاعات بتقول ان هو سبب الوفاه فيروس كورونا. اتفضل حضرتك. طبعا احنا اصلا كنا في مستشفى المعادي العسكري. طبعا هم اصلا ما بيستقبلوش حالات كورونا. وكان عنده التهاب رئوي حاد. والالتهاب الرئوي الحاد ده كان في تعافي بيحصل منه ولكن حصل انتكاسه بعد كده مره ثانيه. وده ادى انه بقى عنده صعوبه في التنفس وضعف في عضله القلب والضغط. والحمد لله. اهم وصايا ما فيش يعني هو مفيش حاجه معينه. الكلام العادي لاي اب لاولاده. وانا بشكركم جدا جدا. شكرا جزيلا. مين اوني يا جماعه؟ اوني يا جماعه. شكرا معلش. هي